السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة من وصفات شيف في بيتي. وصفة اليوم هي بيتزا ميكس، كتجي لذيذة. كنتمنى انكم تجربوها لانها فعلا كتستحق تجربة. كتجي يعني من اطيب ما يكون وكتصلح للعزومات والعراض. كنتمنى انكم تجربوها. ودابا ندوزو للمكونات وطريقة التحضير. بالنسبة لهاد البيتزا كنحتاجو اول حاجة الدقيق الابيض. عندي هنا تقريبا 500 غرام من الدقيق الابيض. عندي معلقه صغيره ديال الزعتر، معلقه صغيره ديال السكر حبيبات، ونص معلقه كبيره ديال الخميره المعجونه. عندي الملح، وانا غادي نضيف عليها هنا معلقه كبيره ديال الحليب المجفف او اللانيدو. هو اختياري، كيبقى اختياري. اللي متوفر عنده يديرو، اللي ما متوفرش يقدر يستغنى عليه. وغادي ندير الماء دافي باش غادي نخلط هاد العجينه وغادي نجمعها. والعجينه خاصها ما تكونش مرخوفه، يعني تكون عجينه عاديه كما كنعجنوا الخبز، لاننا مازال غادي نضيفوا عليها الزبده والزيت البلديه ومازال غادي تطلق. يعني فمني نكونوا كنعجنوا فيها ما نخليوهاش، يعني ما تجيناش خفيفه بزاف، تجينا عاديه، عجينه عاديه كما كتشوفوا. بحال هذا الملمس ديالها كيجي بحال هكا. كندلكوها مزيان، كتجي مدلوكه. وكنخليها دابا غادي نضيف عليها كميه ديال الزبده تكون بحراره المطبخ، تقريبا واحد المعلقه كبيره. ونخلطها كما كتشوفوا. غادي ندلكها، ندخل فيها هذيك الزبده. بالنسبه لي الزبده بدات كتدخل، غادي نضيف ليها تقريبا 3 المعالق كبار ديال الزيت البلديه كما كتشوفوا. غنضيفهم ليها وغادي نخليهم يتعجنوا مزيان ويدخلوا ليا في هذه العجينه. مني كنديروا الزبده والزيت في اخر مرحله، فهم كيعطيونا واحد النتيجه اللي هي احسن. من بعد ما تجمعت لي العجينه كنخليها كترتاح واحد شويه، كنغطيها حتى كتخمر وكيتضاعف الحجم ديالها. كناخذ واحد المقله، كنضيف فيها بصله وحده متوسطه، كنحكها في الحكاكه الغليظه. كنزيد عليها زيت البلديه حتى كتقلى ليا مع زيت البلديه والملحه. غنضيف عليها هنا 3 مطيشات محكوكين، خلطه معاهم معلقه صغيره ديال مركز الطماطم. غنخلطهم معاها. وغادي نضيف دابا التوابل اللي غادي نستعمل. غادي نضيف نص معلقه ديال الملحه، يعني ما ضفتش الملحه مع البصله، درت معها غير الزيت البلديه وخليتها كتقلى. غنضيف نص معلقه ديال البزار او الفلفل الاسود مطحون، يعني الفلفل الاسود. غادي نضيف معاها نص معلقه ديال الزعتر مطحون. وغادي نضيف ايضا نص معلقه ديال السكر حبيبات، باش الا كانت عندنا مطيشه حامضه فهي كتحيد لينا ديك الحموضه وكتطلع النسمه تاع مطيشه، كتزيد تبننها، يعني كتبين ديك النسمه. صافي كنخليها حتى كتحصل كتولي بحال هذا الشكل، يعني خاتره. ونوريكم المكونات اللي عندي. انا هنا استعملت كميه من الكفته ديال الدجاج، شرملتها اولا شحرتها في شويه ديال الزيت البلديه، الملحه والبزار، وربع معلقه ديال السكينجبير. كنديها ونجيبها، يعني كنحركها حتى كتولي على هذاك الشكل مفرته. كناخذ البغوشات ديال لاداند، خديتهم ودرت معاهم شويه السودانيه، شويه السكينجبير، شويه البزار، وشويه الزعتر، مليحه، والزيت البلديه. شحرتهم في مقله تتنسموا ليا مزيان وبداو كيدخلهم الطياب. وخديتهم وقطعتهم على هذا الشكل صغير. انا خديت القراده ديال الربيع وقطعتهم بها هكا على هذاك الشكل. عندي الثوم، عندي هنايا شامبينيون معلب تا هو قليته في شويه ديال الزيت البلديه والملحه والبزار. صافي. وكان عندي هنا فلفله، وانا خديت الفلفله حمراء وفلفله خضراء، قطعتهم على شكل دوائر. يعني بغيتو تضيفوا شي اضافه اخرى ممكن. انا الزيتون هو ما عنديش، يعني كنستعملوه، ولكن دابا حيت ما عنديش فما درتوش. وعندي الفرماج احمر والفرماج موتزاريلا كميه. دابا من بعد ما وجدت ليا العجينه ديالتي غادي ناخذها، غادي نقرصها بالفينو او القمح او السميده رقيقه. انا هنا العجينه ديالتي ما خمرتش ليا بزاف، ما خليتهاش انها، لانني مزروبه فما خليتهاش خمرت ليا بزاف. نتوما كل ما خليتوها تخمر كل ما كتجي احسن.
صافي ملي كنهبطوا ليها هذيك الخميره ديالتها، انا غنقطعها نقسمها على 3. غادي ندير 3 الدوائر ديال البيتزا. هاد الكميه اللي درتها او هاد المكونات اللي درت وهاد المقادير غتخرج ليا 3 ديال البيتزات متوسطين. صافي غادي ناخذ واحد ديك الكره الاولى، غادي ناخذ هذاك القمح اللي عندي اولا الفينو اولا السميده الرقيقه، سميد يعني تكون رقيقه. وغادي نحاول نمدد هذيك العجينه اللي عندي على شكل دائره كما كتشوفوا معايا. كنبقى كنرش في هذاك الدقيق وانا كندير باش كتجيني ناشفه. ما غاديش ندهن الطاوه اللي غندخل الفران بالزيت لا حتى حاجه. غادي ندير لها غير هاد السميده باش كتجينا بحال ديال الزنقه او احسن. انا كتعجبني هاد البيتزا بهذه الطريقه، كتجي بنينه يعني ديال النهار الكبير. كنبغيو نديرو بيتزا يعني تكون زوينه كنوع فيها. فمن بعد ما كنقطعها كنديرها على هذا الشكل في هذاك الاطار دائري. كناخذ واحد الفرشات وكنبقى نثقب في هذيك العجينه باش ملي كندخلها الفران ما كتنفخش ليا. في هذا الاثناء كنكون انا شعلت الفران درتو كيسخن على درجه حراره 200 وكنوجد العجين. عاده كنبدا نوجد في البيتزا ديالتي. كناخذ هذيك الصلصه ديال الطماطم اللي وجدت وكنحاول نسرحها بالظهر ديال الملعقه على جميع الجوانب ديال العجينه. صافي من بعد ما كنسرحها كندير عليها الزعتر، كندير شامبينيون ديالي، كندير كفته، ندير لاداند، كنقطع يعني والله استغفر الله العظيم. وكندير باقي المكونات يعني الطون، كنعاود ندير شويه ديال الشامبينيون وكندير الفلفله وندخلها طيب. فهاد المرحله ما كنديرش فيها الجبن حتى كطيب ونخرجها. دابا هي من بعد ما طابت ليا البيتزا، دابا غنستفق منها هذاك الجبن اللي عندي ونعاود ندخلها غير يذوب ليا الجبن ويعطيني هذيك يعني هذيك المهم يذوب ليا الجبن وغادي نخرجها. صافي من بعد ما كتوجد ليا البيتزا كتجي على هذا الشكل. كنقدموها سخونه كتجي لذيذه من اطيب ما يكون. كنتمنى انكم تجربوها ويعني ولا عجبتكم البيتزا او لا عجبكم الوصفه تاع اليوم كيف العاده ما تنساوش ديروا بارطاجي جيم وتخليوا لي كومونتير ديالكم. ونتلاقاو في وصفه جديده من وصفات شيف في بيتي.